من الجديد عندك؟ موجود بالمستشفى الجهوي بن ساكن وتحديدا في قسم الاستعجالي. أين يوجد معنا طرف طبي باش يعطينا فكرة على عدد الإصابات التي تلقاها المستشفى الجهوي بن ساكن. دكتور أنيس، مرحبا بك على موجه ورفان. مرحبا بك. تعطينا الرقم الرسمي نتاع الإصابات اللي وصلتكم اليوم من سيد الهاني. سجلنا لحد الآن 31 مصاب. نجح نسمعوا فيك. 31 مصاب جاونا من حالاتهم من الحاله الخطيره ولا الحالات المتوسطه. اصابات متعدده، والحقيقه مصباح معناها والافراد قاعده تجينا على المستشفى الجهوي. تسمع فيه هاجر بحذاها شويه الضجيج. واضح الصوت، واضح يا ناجح، واضح نسمعوا فيه المصدر الامني اللي معك بوجود 31 اصابه قلت لنا. سجلنا 31 اصابه من المنطقه سيدي الهاني. فما اصابات متنوعه، فما اصابات على مستوى الراس، اصابات على مستوى الصدر، وفي الاصابات معناها الساق. فما اصابات خطيره وفما اصابات متوسطه. فما نزيف. فما هناك انباء عن تنقل بعض المصابين الى مستشفى سهلول، ما هو السبب؟ بالطبيعه هو اي باسيون باش يجينا نحن في مساكن الهوبيتال ريجيونال نعملوا الكونديسيونمون، معناها المريض يعني ركحوه باش يولي نجموا ننقلوه للمستشفى اللي يتم الاختصاص، خاطر كيما قلت لك فما اصابات على مستوى الراس، فما وحيد فاقدين الوعي معناها بعد الاصابه بي سي اي، دونك يستوجبوا سكانير. دونك هنا ما عندناش، لازمهم يمشيو دونك المستشفى الجامعي غادي وين فما طب الاختصاص باش نكملوا الاكزامان. دكتور انيس، من خلال تصريحات المصابين ومن خلال الديagnostic اللي عملته انت، ايش هو ترجح مثلا عمليه الاعتداء باش تمت؟ بالحجاره، بالهراوات، بالسيوف، بماذا؟ عندنا دي فراكتور دو كوت معناها ضلوع مكسره بالحجر. عندنا دي كودواش معناها بالمنجل. فما دي العصي خاصه على مستوى الراس من سبب كدمات خاصه ونزيف يبدا على مستوى ونيفو دو كور شوفولو. عندنا ديسكال وعندنا بون معناها الاصابات الحقيقه زاد بالحجر برشا، زاد عباد جاونا مضروبين بالحجر ولا. نجح قاعد تسمع فينا؟ دكتور هاجر، مع المعلوم ان هناك مازال نوع من الاحتقان في وسط مدينه مساكن، وبالخصوص على مستوى طريق الرابطه ما بين مساكن وسيد الهاني عبر مدينه الكنائس، اين يتجمع المواطنين ويحاولون غلق الطريق، وقوات الامن في الطرف المقابل تحاول فتح الطريق. نجح خلينا نسوقها بكل احتراز عن وجود اصابات في الطرف المقابل، نقصد بالطرف المقابل اهالي سيد الهاني، وقد بلغنا ان هؤلاء المصابين وقع نقلهم الى مستشفى القيروان، وسنحاول ربما في نشرات قادمه الاتصال بهذا المكان الى مستشفى القيروان وتحديد عدد المصابين من الطرف المقابل. واضح. نجح بن عافيه حدثنا من المستشفى الجهوي بمساكن، شكرا لك. سيد الاستاذ حلمي شطي محامي مساكن، على اثر اتفاق تم بولايه مقر ولايه سوسه نهار الجمعه مع السيد الوالي، تم الاتفاق على انه فلاحي ومالكي هنشيل قاعد بخري في سيد الهاني هذا باش يقوموا تحول صباحي اليوم الى عين المكان باش يقوموا بعمليه الحرس وتعزيزات امنيه قصد توفير الحمايه اللازمه للفلاحين نتاع مساكن، على اعتبار معناها شنو موجود قبل من معناها مشاغبه وشغب ونزاع من طرف بعض من ولاد الهاني. تحولنا اليوم الصباح الساعة 7 صباحا بالتراكتورات وبالسيارات وذلك للقيام بعملية الحرس ومتفق عليها مسبقا. أول حاجة مرعنا لقينا شبه غياب كلي للأمن، بداوا الفلاحة المساكنين يدخلوا الأراضي نتاعهم، ودخلنا كنت متواجد بأني مالك محامي معناها ومالك زاد في نفس الوقت باش نقوموا بعملية الحرس. ومرعنا كان بعض من ولاد الهاني اللي هما أطراف أساسيين في النزاع هذوما قاموا بالاعتداء علينا بالهراوات والليسي وآلات حادة. فهمتني، سجلنا العديد من الاصابات، فما اصابات معناها عباد ضربوا، تحولنا بهم مستشفى مساكن وحاولنا باش نطوقوا الامر معناها قدر الامكان، لكن لا غالب معناها الامور تطورت بصفه غريبه ولا الاعتداء معناها اكثر ما تتصور. فهمتني، توا لحد الان الامور ماهيش واضحه، فما بعض الخيين الفلاحين في مساكن معناها موجودين مازالوا موجودين على المكان، وعلى ما يبدو فما توا معناها منذ ساعه ولا ساعه ونص فما تعزيزات امنيه يحاولوا باش يطوقوا المكان ويحاولوا باش يفضوا النزاع ذا والوضعيه هذه.